لما اقول لك محمد رمضان نمبر 1 الاسطوره الملك، هيجي في دماغك نضاره سودا، دولارات، نمر نادر، لزوم الفليكسنج، بول، عضلات، سلسله ضخمه فشخ. محمد رمضان في البول اللي عاين فيه دولارات معاه نمر ولابس نضاره سودا وسلسله ضخمه فشخ وعنده عضلات. طيب مبدئيا كده نمبر 1 هو الله سبحانه وتعالى. بس لما اقول لك نجاح بيجي في دماغك الشاب ده. وبالمناسبه محدش يعرف ده مين. هو ده شكل اي حد مبسوط في حياته، وممكن ده كمان وده كمان يمشي، وممكن ده. بس ثانيه، دول مش محمد رمضان. بس ازاي؟ ده وائل عوني بنفسه مأكد لي امبارح ان محمد رمضان شخص ناجح، وكل ما تنزل شارع وتسأل حد انا متأكد انه هيقول لك محمد رمضان ناجح. وقف هنا، لو سألت نفس الشخص ده بتحب محمد رمضان ولا لا، هيجاوبك اجابتين ما لهمش تالت. اول اجابه هيقول لك انا بحبه، ده نمبر 1، ده الملك، ده الاسطوره، ده الكينج. وتاني اجابه هتكون لا يا عم انا ما بحبوش، ده راجل صايع، هو السبب في ان الجيل يتدمر والشباب تمسك سلاح في البلد. اول حاجه ليه التناقض ده؟ تاني حاجه طب ما هو معنى ان بسببه مصر كلها بقت بتمسك سلاح وتتخانق بيه انه متشاف. انت بتقول لي بالغلط ان مصر كلها شافته مره واثنين وثلاثه لحد ما علم معاهم، يعني معنى كده انه ناجح. بس لا لا لا، اكيد مش ده موضوع حلقتنا وشكلنا بنبعد. تعالى ناخد سؤال واحد بس، ليه الناس دي متناقضه كده؟ ليه مره يقولوا لك ده محمد رمضان ناجح ومحبوب، ومره يقولوا لك ده فاشل وبوظ جيل بحاله؟ هنقف هنا حبه ونرجع ورا حبتين ثلاثه. مين هو محمد رمضان؟ محمد رمضان محمود حجازي، مواليد هنا سنه 1908. استنى، انا مش جاي احكي لك تاريخ نجاح محمد رمضان. سرع سرع سرع، ايوه جري لي كل ده، بس اقف هنا. البيك بتاعت محمد رمضان. محمد رمضان نجح وجاب عربيات ودولارات وعمل مسلسلي المفضل وغنى اغاني ناجحه ومشهوره ومحققه ملايين المشاهدات. شايف الواد اللي لسه قايلين انه قال محمد رمضان ده بلطجي ودمر جيل بحاله؟ وقف هنا بقى واساله لي سؤال واحد بس، شايف ان محمد رمضان نجح ومحبوب؟ هيقول لك لا محمد رمضان مش محبوب، ده بلطجي دمر جيل بحاله والكلمتين دول. لو نرجع تاريخ نزول عبده موته او الالماني او قلب الاسد او الاسطوره او الحاجات دي، هنلاقي ان الشاب ده فليكن اسمه حسام مثلا. حسام اللي بيقول على محمد رمضان شخص فاشل ده زمان كان اول واحد يفتح مسلسل ابن حلال والاسطوره، واول واحد دخل سينما واتفرج على افلام محمد رمضان اللي مليانه عنف وبلطجه واسفاف وقله ادب وهتك اهانه في الراجل. خلاص يا حسام روح، مش عايزينك، لان احنا هنا ما بنتكلمش على حسام بس، احنا بنتكلم على الشعب المصري كله. هنطرح سؤال النهارده، ليه الشعب المصري ما عندهوش مبادئ ثابته؟ وبالمناسبه هنقف هنا شويه علشان في حد دلوقتي براس بخاخه هيقول لك ده بيشتم الشعب. يا عم انا مصري، يا عم انا مصري وابويا مصري وبسماري ولوني مصري، انا من نجريج يا اسطى، انا من سندوه يا اسطى، انا من طوبس يا اسطى. بوضح حاجه بس، انا مش بقول ان الشعب المصري ما عندهوش مبادئ، انا بقول ليه الشعب المصري ما عندهوش مبادئ ثابته. يعني ستيل عنده مبادئ، الشعب المصري جميل والله ينور وابو الشعوب وكل حاجه وتحيا مصر، بس ما عندهوش مبادئ ثابته، عشان بس ما حدش يفكرني بشتم. المهم تعال نكمل كلامنا. اول ما محمد رمضان اتشهر ونجح الناس كانت بتفتخر بيه، وده ابن بلدنا الناجح اللي مفيش زيه اللي مكسر الدنيا، وحرفيا مصر كلها بقت بيج فان للشخص ده لدرجه انه ارتبط اسمه بالنجاح. معروفه نجاح ايكوال محمد رمضان ايكوال نمبر 1. بس بعد فتره من ده هتلاقي ان الناس بدات تشتم فيه، واي حاجه بتحصل في البلد يقول لك محمد رمضان السبب، إن لو في مصيبه في جنوب شرق روسيا محمد رمضان السبب. حد فاكر حادثه البنت الله يرحمها اللي اسمها نيره؟ ايام الحادثه دي انا كنت راكب ميكروباص ورايح الشغل، لقيت الناس فتحوا موضوع الحادث ده. بغض النظر عن الكلام المصري اللي انت فاهمه، اترمى في النص كده جمله بتعكس نظره الشعب كله. واحد في النص قال ده محمد رمضان السبب بسبب افلامه اللي مليانه بلطجه وقتل وقله ادب، ومن الاخر كده هو سبب رئيسي من اسباب موت البنت دي. يبقى الراجل قاعد في ايطاليا واخد فندق ب $1000 في الثانيه ونايم في البانيو وبيتفرج على فيديوهات كامل العربي، تلاقي حد من كفر الشيخ مركز مطوبس بيتهمه بانه سبب في قتل بنت فدة اهليه قدام جامعه المنصوره. فايه السبب اللي يخلي الناس تشوف محمد رمضان شخص بلطجي؟ هو السبب في انحدار المجتمع والشباب وسبب انتشار البلطجه وجرائم القتل. انت بتقول ان محمد رمضان نشر الفساد في البلد وخلى الشباب بتاعه البلد كلهم مسكوا سلاح وبيعوروا في بعض. هسألك هنا سؤال، تفتكر محمد رمضان راح لتاجر سيوف ومطاوي وسكاكين وراح لكل شاب في مصر واداله سلاح وقال له خد اتخانق بيه؟ ولا زي ما قلت لك هو مشهور جدا، وبسبب ان مشهور جدا الشباب دول شافوه وما بقاش في حد في مصر ما يعرفوش؟ ونرجع ونقول ان اللي خلاه مشهور للدرجه دي من الاول هو انت. فمعنى كده يا باشا انك سبب اساسي في نجاح، فليه دلوقتي جاي بتقول عليه مخالف للمعايير، مع ان المعايير دي المفروض انها واحده ما اتغيرتش؟ يعني نفس معاييرك دلوقتي هي نفس معاييرك وقتها، معنى كده انك متناقض. عشان زمان كنت بتقول عليه ناجح ودلوقتي بتقول عليه شخص بلطجي. محمد رمضان بالنسبه للعقل والمنطق يستاهل النجاح اللي هو فيه، لانه من اول يوم وهو محمد رمضان. هو ما كدبش عليك في حرف، الراجل ما طلعش في هيئه الداعيه محمد رمضان او القارئ محمد رمضان او العالم محمد رمضان. محمد رمضان الالماني وعبده موته وفارس الجن من اول يوم. محمد رمضان من اول يوم وهو محمد رمضان ما كدبش عليك في حرف. محمد رمضان بالنسبه لي من اذكى الناس اللي عدت على مصر. طبعا ماضي المسلسل على شخصيه ناصر، ورفاعي ده ممثل اخر اللي بيعمله. قبل التصوير باسبوع قال لي انت اللي تعمل رفاعي. قلت له طب وناصر مين اللي يعمل؟ قال لي لا ما انت ناصر برضه.
لانه فاهم ان الجمهور بيشتموا على النت، وفي الشارع لو شافوه هيجروا يتصوروا معاه وبنحبك يا نجم والكرنج ده. هات ايدك وتعالى نرجع كام سنه لورا في حادث انا بعتبره من اذكى الحاجات اللي حصلت في التاريخ المعاصر. محمد رمضان كان ليه حفله في اسكندريه، فالناس وقتها عملت حمله اسمها غير مرحب بمحمد رمضان في اسكندريه. الباشا عمل ايه؟ انا اتقال لي اسكندريه لا ترحب بك يا محمد رمضان، انا نازل لاسكندريه دلوقتي. خد بعضه بكل شياكه، ركب العربيه بتاعته من غير ولا فرد امن، نزل وسط الناس بكل شياكه، والاف الناس كانت بتجري وراه في الشارع علشان يتصوروا معاه ويقولوا له انهم بيحبوه. اللي يجري وراه بالمكنه الصيني ويقول له انه عاوز يتجوز وعايزه يساعده. كانت مهزله والناس بالالاف بيجروا وراه. نفس الناس اللي كارهينه ومش عاوزينه هم نفس الناس اللي بيجروا وراه وشايلينه على كتافهم، وهو عارف ده، هو مدرك ده، هو عارف هو فين، هو عارف ان الناس اللي بتنتقده دي اول ما ينزل وسطهم ويمشي معاهم في الشارع هيجروا وراه علشان يتصوروا معاه. حركه ذكيه ها. فمعنى كده ان انت ذوقك مش مفهوم علشان ترسي عليه معايير من الاول. اصلا الشخص اللي انت بتشتمه وبتقول انه غير مرحب بيه في بلدك، اول ما نزل بلدك دي انت جريت وراه علشان تتصور معاه بس. وليه نروح بعيد؟ جعفر العمده والاسطوره والبرنس، كل دي مسلسلات رمضانيه ناجحه جدا. مثلا لو المعلم واقف في فرح، في معلم اخر واقف هو ورجالته فعينهم جت في عين بعض، يقول له ازيك يا حاج فلان، فالمفروض يروحوا يسلموا على بعض. المعلم الاتقل خطوته اتقل، يقول له يا حاج فلان وبتاع ويمشي في مكانه عشان التاني يعد عدد خطوات. يا وشه اكتر، انت فاهم؟ علشان المعلمين الاخرين اللي شايفين الحدث ان معلم مثلا المعلم بتاع امبابه بيسلم على المعلم بتاع بولاق الدكرور، فهم بيوزنوا يقول لك ده فلان مشي عدد خطوات اكتر من فلان، ففلان ده اتقل. عندهم مثلا تفصيله لو انا قاعد في عزا مثلا وقاعدين في عزا وبتاع، فعيني جت في عين المعلم فلان، فالمفروض هنقوم نسلم على بعض، ببص له في عينه وابتسم واعمل ان هقوم واعدل قعدتي، فهو يقوم قبلي فسيبه بعد ما قام افضل سيبه فيفضل سايبه واقف شويه ويروح قايم له، فيبان قدام الناس كلها ان فلان قام قبلي. مثلا المعلم ما ينفعش وهو واقف في ظهره حد ينادي عليه يلف براسه بس يفقد هيبته. المعلم لو حد ناداله يلف بجسمه كله. المعلم ايده ما تبقاش قدامه، يعني الايد قدام بتخجل، فدي برضو بتخوف. الناس وقت عرض المسلسلات دي كانت بتشتم فيه، يعني مش بتشتم فيه حرفيا، يعني تقول انه مكرر ومفيش جديد، مش مبدع، ماسكينه غسيل ومكوى. محمد رمضان بقى له تقريبا سنتين 3 مختفي من عالم الافلام والمسلسلات، وخصوصا المسلسلات الرمضانيه. فمن ساعه ما ده حصل والناس حاسه بفراغ مش طبيعي. شايف البوست ده؟ البوست ده هتلاقي كل يوم منه مش اقل من 10 20 بوست زيه، كل الناس مفتقداه. وحشني يا ملك الحكاية. كلهم بيودوا في سكه طب تعالى يا عم وهندور على ابنك كلنا بس ارحمنا من الكبده النيه بتاعت احمد عوض، ارجع بس انت ونوعدك محدش هيتريق عليك تاني. طب يا ابني الحلال ما هو كان موجود وانت اللي انتقدته بنفسك. الراجل بقاله تقريبا اكتر من 10 سنين شغال معاه. افلام يلا بينا هنعمل طفره في الافلام. مسلسلات يا باشا بقول لك عمل مسلسل من اجمد المسلسلات اللي نزلت في تاريخ رمضان، الاسطوره. وما بالك بقى بمسلسل الاسطوره، اغاني يروح معاك برده ويجيب ملايين الفيوز، وبصراحه بيعمل اغاني جامده برده، يعني اسمع الحته دي. رقص والله صباح الرقص، كل كام شهر يعمل لك اغنيه تكسر ال 100 مليون مرتاح. بس هو بصراحه مخيش في سكه الاغاني دي مؤخرا كده، مش عارف ليه. يعني بص اسمع التوت. انا توكسيك وانتي توكسيك، كلنا توكسيك. هنا هاخدك ونرجع نطلع بره الحوارات دي، وهسألك سؤال واحد بس ومباشر جدا. ايه السبب في ان الناس تكره محمد رمضان برغم ان نفس الناس دي هم السبب في نجاحه وهم اللي خلوه من اشهر الناس في تاريخ مصر؟ يمكن يا ابو العربي علشان هو فضل كتير يحلف في نفسه وما قفلش عند البيك بتاعته. يعني فضل محمد رمضان حبه حلوين يعمل بيك عاليه وينزل، يعمل بيك عاليه وينزل، فالناس زهقت منه وبقت تقول عليه فاشل. كان نفسي حبيب اخوك تكون دي اجابه السؤال بتاع الحلقه، بس للاسف في مثال تاني هيخلي اجابه السؤال دي مرفوضه. اجابه حلقتنا هتبان اكتر في الكوره. ابو تريكه، علي معلول، محمد صلاح، محمد الشناوي. ابو تريكه اكتر لعيب كوره في الدنيا، تقدر تشوف الحب في عيون كل اللي بيسمعوا اسمه. اكتر لعيب معروف بانه محبوب، حد عينك تلمع كده لما تسمع اسمه، ما تفهمش انت بتحبه ليه. هسالك سؤال واحد بس، انت ليه بتحب ابو تريكه؟ هتقول لي يا عم علشان دعم فلسطين. اقول لك ما كتير من لعيبه مصر ويمكن كلهم دعموا فلسطين، وبان دعمهم اكتر في وقتنا ده بسبب السوشيال ميديا اللي ما كانتش متوفره قوي في عهد ابو تريكه، فدلوقتي تقدر تشوف الصوره بوضوح اكتر. عندنا واحد محبوب اهو، ولسه محبوب لحد دلوقتي، واتزهق منه من بدري. ومش اتزهق منه معنى كده الناس خلاص مش عايزاه، هو خلاص كلنا عارفين ابو تريكه، مفيش حد في مصر
مصر ما يعرفش ابو تريكه، ما اختفاش في البيك بتاعته، لا كمل ابو تريكه ولسه الراجل شغال لحد دلوقتي. علي معلول من اكتر لعيبه الكوره اللي محبوبه من المصريين. علي معلول ابويا امي. علي معلول كان عنده بيك برضه، بس ما خلصتش هنا، خلصت بعيد عننا بره مصر. هو مشي في البيك بتاعته، علشان كده هتلاقي اغلب مشجعين الكوره بالذات الاهلاويه بيعشقوا الراجل ده. تعالى للكبير قوي 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 قوي، محمد صلاح. محمد صلاح هو فحل الكرف، وهو واحد تاني رايحين له قدام. محمد صلاح ظهر من العدم. المواقف اللي مرت عليا صعبه، انا نمت ورا البوابه دي كده على طول، فرشنا في الارض. حقيقي كان بالنسبه لي اعمل اي حاجه عشان اوصل اللي انا عايزه. 3 مليون يورو. محمد صلاح جه من نجريك في كام سنه بقى اشهر الناس في تاريخ مصر. يكفي بس ان انا اقول لك ان في ابتدائي واعدادي واخدين محمد صلاح كريفرنس للشخص الناجح. محمد صلاح دايما بينتقد، دايما بيتقال عليه انه شخص متخاذل، ما بيقدرش موهبته، ما بيلعبش راجل في الملعب في بطولات المنتخب، لحد ما مؤخرا الناس من كتر التريقه على محمد صلاح اخدوا ده كافيه. محمد صلاح منزل صوره لشجره الكريسماس واطفال غزه بيموتوا. فعلا والله ما فيش زي حسين الشحات، مسمي بناته واحده مكه وواحده كيانه علشان الحياديه، ما بيحتفلش برمضان. ايه ده احتفل؟ طب مش مكتر الشمع ليه بقى؟ ها مش مكتر الشمع ليه؟ ما حطيتش زينه، ما مش كفايه الزينه دي مش كفايه. فبقى افيه صريح. تيجي تسال حد تقول له محمد صلاح نجح ولا لا، يقول لك هو في حد نجح اكتر من محمد صلاح؟ نفس الشخص ده تلاقيه ماسك محمد صلاح سب وتريقه واهانه، بس وربنا لو واحد بس جاب سيره محمد صلاح يمسكه يدعكه. محمد الشناوي بداها تقيله قوي 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 قوي. اصلا كان طالع اشاعه كده وقت تعيين محمد الشناوي حارس اول لمنتخب مصر انه السبب في دكه الحضري، بعدها اعتزاله خالص. كان في وقت كده معروف ان محمد الشناوي هو اللي خلى الحضري دكه، وكل ما الحضري يطلع في لقاءات تلاقي ناس بتساله مش زعلان ان محمد الشناوي بطل الكوره. هم عملوا سكيب لحته هل هو بطل كوره بسبب الشناوي ولا لا. هم دلوقتي بيتكلموا في ان انت زعلت بسبب ده ولا لا. نفس محمد الشناوي اللي من مستواه الخرافي ده الناس طلعت اشاعه ان هو السبب في قعده الحضري على الدكه قبل اعتزاله، نفس محمد الشناوي اللي حرفيا كان بيطير في الهواء زي الصقر في ماتش الاورجواي. بص دي او دي او دي او دي، حرفيا كان عامل لهم ازمه لدرجه ان طلعت اشاعه ومحدش عارف هي صح ولا غلط، ان كافاني لما دخلوا عليه اوضه اللبس ولقوه بيعيط قال لهم ما كنتش مصدق اني هاخدها من الحارس اللي واقف بره ده. في الاغلب ده ما حصلش، بس في الاغلب في الحالتين لو صح بقى حاجه في يا لهوي منه، لو غلط فستيل حاجه في يا لهوي منه. انت متخيل ان من فجر الحارس ده بقى يطلع عليه اشاعات ان هو بيعيط لعيبه كوره؟ انا هخليك تشوف بعينك. تعالى نكتب على يوتيوب ماتش الاهلي والاورجواي. بينما كافاني والشناوي، برافو الشناوي، خطيره يمشي سواريز، كافاني ليه حطها له، رد بالك برافو يا شناوي يا كبير، نمبر 1 ملا الشناوي، خطيره سواريز حطها له، يا بابا ملا معلم، يا كافاني قهروك، يا كافاني بكوك، الشناوي جرحهم الشناوي. واقرا معايا الكومنتات. The Egyptian goalkeeper is underrated. Egyptian goalkeeper was the best man on the beach. انت متخيل؟ Great goalkeeping by Egypt. Respect. Man of the match Egypt goalkeeper. عايزك تفهم يا حبيب اخوك ان ده فيديو منزلها الفيفا بنفسها، وبالمناسبه جايب تقريبا 20 مليون فيو. الكومنتات اللي انت شايفها دي مش من مصريين، كل دول من الغرب شافوا موهبه الشناوي وانبهروا بيها. نفس الناس اللي طايرين بابن بلدهم دول، نفس الناس اللي قالت نكته مره محمد الشناوي اتعزم عند قرايبه وروح جعان علشان اتكسف يمد ايده. وبالمناسبه انا يعني من الناس دي، انا عشان حر وش بصراحه، الناس دي مش مقتنعه ان الانسان بطبيعته مستواه في يوم من الايام هيقل غصب عنه، مش معترفين بده، مش معترفين بان ده مش خذلان منه. رامز جلال بقاله 16 سنه بيقدم نفس البرنامج، كل موسم يتشتم والناس تنتقده، نفس الناس اللي بتنتقده هم نفس الناس اللي بتتفرج عليه وقت الفطار. فده يديك رد صريح على سؤال ايه هي معايير النجاح، مش الزهق، مش الاستمراريه، عنتيل الكرف، كينج اللامبالاه، عمرو دياب. شوف الراجل داخل على 70 سنه وبيلبس حلق، طيب شوف الراجل داخل على 70 سنه وبيلبس سلاسل، طيب شوف الراجل داخل على راجل رجلك والقبر وبترسم تاتو، طيب بتعمل اعلانات مقاطعه والفلسطينيين بيموتوا، طيب تضرب الواد الغلبان بالقلم ليه؟ هو انت بتستوعب؟ طيب فبسبب ده عمرو دياب عبقري. ولما تيجي تسال حد بتحب عمرو دياب ولا لا، في اللي هيقول لك بعشقه وفي اللي هيقول لك عادي، يعني مفيش موقف حد تجاهه، محدش بيجي يقول لك عمرو دياب عمل ودمر وراح وجه. كل الناس متفقه على ان عمرو دياب لو ما بيفيدش فهو ستيل ما بيضرش. عمره ما طلع في لقاء ولا لايف ولا فيديو، عمره ما طلع في ستوري واتكلم كلمتين، كفايه عليه بس انه يسكت. ده اللي هيخليه كسبان معانا النهارده كاكتر واحد عدى من بوابه النجاح باصابات طفيفه. وده اللي هيخلينا نرجع لسؤال حلقتنا من الاول خالص، ايه هي معايير النجاح في مصر؟ انك تكون شخص معروف وخلاص؟ لا، ما في ناس كتير معروفين. انك تكون معروف وشخص محترم وتدخل لهم بقى من الجانب الحساس بتاع انك تطلع قدامهم شخص خير وطيب ومفيش منك؟ لا برضه. ما هو محمد صلاح بنى جوامع واتبرع بملايين الدولارات وجوز ناس وصرف على يتامى وعمر بلده كلها، وبرضه الناس انتقدته. انك تكون ناجح ومكمل، اقول لك طب ما محمد رمضان بالظبط. مفيش معايير مجتمعيه للشعب المصري، كله على حسب الموقف. نفس الناس اللي نجحت محمد رمضان ومحمد صلاح وغيرهم
هم نفس الناس اللي بينتقدوه، برغم ان يا سبحان الله ده نفس المجتمع اللي نجح الناس دي، نفس المعايير اللي كانت موجوده في ظل نجاح الناس دي، نفس المعايير اللي قالوا انك بتخالفها وقت ظهورهم، اللي بين قوسين كبار قد الدنيا كانت موجوده وقت نجاحهم. كل حاجه بتحصل هنا بناخد عليها رياكشن في نفس اللحظه، كل القديم بيتنسي حتى لو كان ايه. ودي وجهه نظري عن الموضوع ده، وده كان رايي انا. مفاجاه النهارده معانا اخويا باسم النهارده موجود معانا علشان يقول لنا رايه في موضوع النهارده. اتفضل يا باسم المايك معاك. حبيبي يا كامل، بشكرك على الاستضافه الجميله دي. بس انا بصراحه شايف ان في خلط في المفاهيم. يعني اولا بالنسبه لمحمد رمضان، برغم اني ما بحبوش بس ده ما يمنعش ان هو شاطر في اللي بيعمله. وبالنسبه لحوار ان هو صايع الشباب والكلام ده انا ما بقتنعش بيه بصراحه. يعني هل لو محمد رمضان عمل دور راجل خير وبقى شغله الشاغل ان هو يساعد الناس كانت الشباب هتقلده؟ ما يتهيأليش. الفكره مش في محمد رمضان، الفكره في وجهه نظري في الفقر والجهل وغياب القدوه. من كتر ما الناس بقت شبه بعض وكلها متداس عليها بقى علشان تتميز وتبقى جامد الروش بتاعه بقك يمكن يكون ليه تاثير، بس كعامل معزز مش منشئ. هو مش مسؤول للدرجه اللي الناس بتتهمه بيها. اما بالنسبه للناس منافقه او بتغير معاييرها والكلام ده فشايف برضه ان هو مش صح. احنا كتير قوي، احنا 120 مليون، فما ينفعش تاخد راي جزء من الناس في شخص او شيء معين وتسقطه على الكل، بعدين تاخد راي فئه تانية وتسقطها على الكل وتستنتج ان الناس منافقه ومعاييرها فيها خلل. ده مش منطقي خالص يعني. اما بالنسبه للكلام فنيا عن ليه مسلسلات محمد رمضان بتنجح، لانها بكل بساطه موجهه للناس اللي في الشارع. هو راجل جاي منهم فعارف يوصل لهم وعارف هم عايزين ايه. فعمرك ما هتلاقيه عامل مسلسل لطبقه الكومباوندات مثلا، ولا عامل سيره ذاتيه عن عالم او رجل دين. كل مسلسلاته هي رحله صعود مصاحبه لرحله انتقام مع بطل ذو قوه لا تقهر، ودي اكتر حاجه امنه في الدنيا. واحد الناس عارفه ان هو شبههم فبيعمل لهم مسلسلات ترضيهم فبتنجح. اي حد جرب الموديل ده على السوشيال ميديا جاب ملايين، فهو مش عبقري او فلته يعني. معروف عايز تجيب فيوز استهدف كلاس سي، يا اما عن طريق ارضائهم او استفزازهم، وده لانهم الفئه الاكبر من الشعب. بس برضه ما ينفعش نبخس حقه في ان هو موهبه جباره بصراحه. اما حوار البوستات ده فهو مش مقياس لاي شيء، لان كل الصفحات بتشترى. بعد تكرار نفس النغمه بتقدر تغير الوعي الجمعي والراي العام لصالح الشيء اللي انت عايزه. وانت كمان نسيت تقول ان هو لما بيغيب سنتين 3 عن التلفزيون بينزل افلامه بتفشل جدا، زي اخر ديك في مصر، جواب اعتقال، الديزل، هارلي، عالزيرو. افلامه اللي نجحت محدش تقيل كان قدامه، وكانت سنين لعينه في السينما المصريه. البلد كلها بشكل عام كانت خربانه يعني. ده غير ان في خلال السنه اللي فاتت بس منزل 40 اغنيه. تقدر تقول لي تعرف كام واحده منهم او ايه اللي علق معاك؟ غالبا مش هتلاقي. فهو راجل نجح في حته اللي هي المسلسلات، وعمل كام تراك ضربه جدا، وفشل في السينما ووقع دلوقتي في الاغاني، بس قادر يسوق لنفسه ان هو انجح حد في الدنيا ومفيش منه اتنين. ودايما بيحاول يغير الصوره الذهنيه عنه ان هو عبده موته، بانه يطلع في لقاءات وبودكاستات يقول كلام هو مش فاهمه، وصياغته ليه بتبقى بليده جدا عشان يعمل نفسه مثقف. كلمة مصر ميم صدري، لو حطيتي ضمة فوق الميم تلاقيها مصر. هي مصر، هو شعب مصر. كل مره بيهزق نفسه فبيفضل فتره كبيره بعدها ما يظهرش. اما بالنسبه لعيبه الكوره فمش حابب اتكلم عنهم عشان جمهور الكوره في مصر هو الوحيد اللي اسوأ من جمهور الراب. بصراحه انا ضد كل اللي انت قلته. وعلى فكره جيل التريكه كله كان بيتشتم في قلب الملعب، ولا انا في عماد متعب وحسام غالي اكبر مثال. بس الشتيمه دلوقتي ظاهره وبتعيش اكتر علشان السوشيال ميديا. وعامه شايف ان في خلط بين معايير النجاح عامه وتقبل الناس. ايه هو المفهوم العام للنجاح؟ بكل بساطه هو تحقيق الهدف اللي انت كنت مخطط له. يعني مثلا لو انا ممثل وهدفي يبقى اعلى اجر في مصر وسعيت ووصلت لده فانا كده نجحت. فمعيار النجاح هو بيختلف من شخص للتاني. يمكن ناس كتير بتربطها بالفلوس والارقام لانها اكتر حاجه ظاهره واكتر شيء ملموس، وكمان اغلب الناس بتتفق انها بتبقى جزء من الهدف، فعلى الاساس ده بقت جزء من المعيار. وفي ناس معيارها للنجاح مختلف وانا منهم بصراحه. لا والله انا لو احسن من نفس السنه اللي فاتت اخلاقيا ثقافيا ماديا ونفسيا فربح البيع. عامه بيبقى في معايير نجاح شخصيه بيحطها الشخص لنفسه ودي اللي احنا اتكلمنا عنها، ومعايير نجاح مجتمعيه بيحطها المجتمع ودي بقى صعب جدا توصل لها، لان حتى لو كنت مثالي وملائكي ووصلت لكل حاجه فبقى في ناس بتحب تظهر ان هي مختلفه لانها بتحس ان ده هيديها قيمه اكبر، ولان برضه زي ما قلت لك كتر الشكر فيك هيخلق مقاومه. فلو مثلا حد بيعمل حاجه هادفه يطلع فيها ويقولوا كرنج، راجل بيعمل خير هيقولوا رياء، وهكذا. فعامه رضا الناس غايه لا تدرك. المجتمع اتغير وما بقاش فيه امكانيه ان هو يكون فيه رول مودلز، وده في وجهه نظري بسبب كثره مشاهير السوشيال ميديا. كل واحد بيجمع شويه متابعين باي طريقه يروح قايل كلام من وجهه نظره. ممكن اكون انا الشخص ده بالمناسبه. فالناس اللي بتحب تتبنى وجهه النظر دي في موضوع معين ومع كثرتهم تلاقيك واخد راي من ده على راي من ده، فبقت اراء كتير مش نابعه منك وغالبا ما بتتناقض، فتحس ان دماغك اتدوشت وانك شايل حمل فكري كبير فتتوهم بالمعرفه وتبدا تصدر اراء ناتجه عن ميكس غرائبي من الافكار، فتبتدي تجذب الناس وتجمع فولورز وتفضل الدايره تدور للابد. فتلاقي اغلب الناس بقى عندها شتات اراء محدش عنده راي نابع من تحليله او تفكيره الشخصي، بقوا بيختصروا مجهود عقلي مهم جدا وهو البحث والتحليل وتكوين الافكار، وبقوا يستهلكوا اراء ممكن تكون غلط او ساذجه ويدافعوا عنها باستماته. فبقى في سهوله في الاراء ناتجه عن الايكو تشامبرز الكتيره قوي اللي عايشين فيها دي، وده ادى لتجزئه الجمهور عامه، فما بقاش قادر يتفق على حاجه واحده كبيره سواء قدوه او معيار ثابت للنجاح. وعلشان كده بقى بالنسبه للناس المعيار الاصدق هو معيار الفلوس والارقام. وبس ده كان رايي وتحليلي للموضوع. اتمنى ان نبرتي ما كانتش هجوميه عشان ما تخلقش عندك الديفنس ميكانيزم وتنزل تشتمني في الكومنتات. بس بجد عامه اتمنى ما اكونش استفزيت حد او كنت تقيل عليكم. وبس كده سيب المايك لاخويا عربي. شكرا لاخويا باسم والباسم اوبينيونز. الله عسل. الفيديو ده كان مجرد افكار جت في دماغي قلت اطرحها عليكم، فما تنساش تقول لي رايك في الكلام اللي اتقال النهارده من وجهه نظرك انت كمان. فولو انستا واتساب هتلاقي لينكات في الديسكربشن. اعمل سبسكرايب لاخويا باسم لو مش عامل له. سلام.